مساء الفل. حلقة جديدة من سلسلتنا في الرحلة، مكملين مع بعض استعداداتنا كده وبنهيئ نفسنا نفسيا اهو قبل الإقلاع والخروج وبدء الرحلة مع بعض. طيب عايزين نتفق على ايه في الحلقة دي؟ ايه اللي احنا عايزين نعمله وعايزين نبتدي ننتبه ليه كده في رحلتنا؟ كتير بنسمع يا جماعة مبدأ يقولك استمتع بالطريق، ليس النتيجة، ليس الهدف. ركز على الطريق مش على النتيجة اللي انت عايز توصل لها. enjoy the process. فدايما نقعد نقول ايوه نعملها بقى ازاي؟ يعني يا نرمين ايوه انا مش عارف اعملها ازاي. يعني ايه ركز على الطريق؟ لا انا مركز على الهدف بتاعي ولازم اشوف الهدف بتاعي. طيب تعالوا اديكم مثال. ينفع لو انا واحد كده واخد عربيتي معايا مراتي وولادي ومسافرين بلد حلوة جدا، هي دي بجد الديستنيشن بوينت اللي عايزين نوصل لها، البلد دي بيقولوا رائعة في الجمال، احنا عايزين نروح لها، ولكن البلد دي بعيدة شوية، هي 1000 كيلومتر خلاص عن النقطة اللي انا فيها. لو انا بدأت الرحلة وانا ومراتي طول ما احنا ماشيين تركيزنا وعنا العداد ايه واليوفط بتقول لنا احنا فاضل لنا قد ايه، يلا 950 900 يا مسهل 800، ايه اللي هيحصل لنا؟ هننهار يا هنقرر نلف ونرجع، يا اما على ما نوصل هيكون يعني كرهنا العيشة واللي عايشينها كلها، لان احنا قاعدين مركزين 1000 كيلومتر. هنوصل امتى؟ احنا مش في الحاضر، احنا في المستقبل وبنعد الدقايق والساعات واللحظات امتى بقى هنوصل. فالمفاجأة لما هنوصل احنا ما بقاش عندنا اي طاقة نستمتع، لان احنا خلاص احنا ميتين مش قادرين. لكن لو احنا بدأنا الطريق بقى وبسم الله، خلاص مش ظبطنا الجي بي اس، حطينا النقطة اللي عايزين نوصل لها واطمنا ان في روت جي بي اس رسم لنا طريق، في خطة احنا عارفين هنمشي ازاي علشان نوصل للهدف، خلاص مطمنين ان شاء الله بإذنك يا رب هنوصل. وصلنا بدري بقى شوية، وصلنا متأخر شوية، بس ان شاء الله هنوصل. فقررنا نستمتع بقى بالطريق. فمدى ما عنا تكون فاضل قد ايه يا مسهل، عارفين محمد صبحي كده يا الله يا ولي الصابرين، بدل ما احنا عمالين كده لا احنا بقينا مركزين نستمتع. الله بصي المنظر ده تحفه وجميل وحلو ازاي، ايه ده في اماكن فيها طبيعه تحفه، ما تيجوا نقف نتصور ونتمتع وعيننا تتبسط ونسأل هنا انتوا بتعملوا ايه ونستفيد كده. فرصة مدام جينا من الطريق ده، فرصة مدام عدينا على المكان التحفة الفظيع ده ومشينا شوية ومكملين، لا ده احنا تعبانين عايزين نريح، بدل ما العربية تسخن مننا ولا احنا نبقى مش مرتاحين ومصدعين ننام ونبات ليلة. دخلنا مكان والله المكان لطيف، الله ايه ده عندهم عادات وتقاليد مختلفة، ايه ده الله بيفكروا بطريقة، تعلمنا لنا منهم حاجتين، شفنا حاجات كده جديدة، شكرا سلام عليكم، تاني يوم مكملين في الرحلة. لو كملنا الرحلة واحنا بالعقلية دي، يا ترى لما نوصل للبلد اللي احنا عايزينها هنوصل عاملين ازاي؟ هنوصل واحنا فايقين واحنا مبسوطين واحنا مستمتعين، يلا بقى نستمتع بالهدف بالبلد اللي احنا اصلا كنا جايين نستمتع فيها. والاحلى من كده ان احنا بقى عندنا حاجات بلس، بدل ما احنا كنا هنرجع بذكريات بفرحة بمشاعر حلوة بتاعت فقط زيارتنا للبلد دي، هنكتشف ان احنا معانا ذكريات تانية احلى كتير، ومعانا دروس مستفادة كتير، ومعانا حاجات حلوة كتير بقت معانا في جيبنا لما احنا استمتعنا بالطريق. حطوا نفس العقلية دي واحنا ان شاء الله طالعين اهو في الرحلة بتاعتنا. يبقى لازم ابقى عارفة ان انا طبعا عندي هدف، طبعا عارفة انا رايحة فين، طبعا انا عندي طموح معين وحتة معينة عايزة اروح لها، بس ما ينفعش عيني تفضل هناك، هتعب وهيحصل لي بيرن اوت وهتخنق وهبقى ستريس وهبقى دايما متوتر ودايما مخنوق وبعد الايام وهو هنوصل، طب الف وارجع واستسلم واحبط. يبقى مهم خلاص تمام، حطيت الهدف، حطيت خطة، توكلت على الله، حطيت نية، انا ماشي في خطتي، ولكن وانا في طريقي هقابل احداث، هقابل معرقلات، هقابل تحديات، هقابل حاجات حلوه وفرص كتير حلوه زي ما شفنا بلد ومناظر طبيعيه حلوه، هنقابل حاجات. يبقى لازم نفهم ان احنا كمان عايزين نستمتع بالرحله، نستمتع ان احنا بنكبر في الرحله، بنتطور، بنشوف حاجات جديده، بنمر بتجارب ما مرناش بيها قبل كده، ان احنا نبتدي ما يبقاش ربطنا للمتعة والاستمتاع فقط بالوصول،
لا، لازم ابتدي اهيئ عقلي وادربه ان الرحله نفسها فيها متعه وفيها استمتاع. طيب ماشي يا نرمين، احنا ممكن نصدق ان هي فيها متعه واستمتاع في الحاجات اللطيفه اللي هتقابلنا من هنا لحد الهدف بتاعنا، ولكن لو قابلنا بقى حاجات بقى مش تمام كده ومش ولا بد وتجارب بقى معرقلات، حاجات تسبب لنا ألم، توجعنا، تعطلنا، تضايقنا، معلش هنستمتع بيها ونتصالح معاها ازاي؟ اقول لكم لمضة حلوة، تعالوا اقول لكم. طيب هو انتوا مش بتشوفوا اوقات الرجالة بيروحوا الجيم بيقعدوا يشيلوا حديد متألمين قوي قوي وتحسي كده، بس هو رغم كده يقولك ما اقدرش يوم يعدي عليا ما اروحش الجيم، وبيحب جدا يروح الجيم وسعيد جدا وفخور بنفسه انه بيروح الجيم. ليه؟ رغم انه في ألم. ليه رغم انه في ألم الا انه بيحبه وبيروح وبيستمتع بيه؟ لانه تركيزه مش على الألم، تركيزه على اللذة اللي بعد الألم. بخرج من الجيم عامل ازاي، حاسس بايه، جسمي ازاي، الناس بتشوفني ازاي، طاقتي عاملة ازاي. اذن لا، الموضوع مستحق وانا حبه لانه بيجيب لي نتيجة فيها لذة. طيب مش بتشوفوا سيدات بيروحوا يتوجعوا ويتشكشكوا وياخدوا حقن كده في وشهم وتقعدي تقولي انا لا يمكن اعمل في نفسي كده؟ ليه هي بتستحمل كده؟ ليه هي مستحمله الوجع ده والالم والحاجات غريبه كده بيعملوها؟ ليه؟ عشان هي بتبص على النتيجه، اللذه. بشرتي هتبقى ازاي، جسمي هيبقى عامل ازاي، شكلي هيبقى عامل ازاي، شعري هيبقى عامل ازاي. فبتستحمل وتبقى مستنيه وحاجزه الميعاد من قبلها بشهر واتنين ومستنيه اليوم ده واحلى يوم وده دكتوري ودي معرفش البيوتي سنتر بتاعي. ما بتطلعيش تجري ليه زي ما بتجري من الدكتور بتاع السنين؟ لا، ده انا بجري عليه مش بجري منه. اشمعنى؟ عشان انا تركيزي مش على الألم، تركيزي على النتيجة اللي باخدها، اللذة اللي باخدها. يبقى احنا لو عملنا برمجة لعقلنا ان الألم اللي بنشوفه في الرحلة بتاعتنا هو ده اللي بيدينا دروس مستفادة، هو ده اللي بياخدنا لنسخة أحلى، هو ده اللي بيعلمنا حاجات احنا ما كناش نعرفها. فبالتالي لو ركزنا مش على الألم، متألمين وما ينفعش ننكر، انا بعيط دلوقتي، انا منهارة من العياط على فكرة، مش قادرة والموضوع اكبر مني، بس انا فاهمة جوايا ان ده واخدني لنتيجة كويسة، لحاجة أحلى، واخدني لحاجة في الآخر هتمتع بيها وهتبقى ذكرى، وأقول يا فاكرين لما يا ده الواحد زمان كان بيعيط لو حصل له كده، يا ده الواحد ساعتها ما كانش فاهم حكمة ربنا وكان فعلا متضايق، طلع سبحان الله ده الخير وده الحاجة كويسة. لو مجرد بس إنك عندك يقين وعندك يقين إن اللي بيحصل ليا مش عليا. فاكرين اتكلمنا في مبدأ ده كتير فقبل كده حلقات كتير، انه اللي بيحصل ليك مش جاي عليك. الحياة اصلا ديزايند عشان تخدمك، عشان هي عايزاك تنجح، عشان هي عايزاك ترضي ربنا، عشان هي عايزاك تروح الجنة. الحياة مش مصممة عشان تخسرك اللعبة، هي مش ديزايند كده. امال ربنا عمل الحياة ليه؟ مش عشان الاصل ان انا اخسرك، عشان اكسبك. يبقى لو صدقت ان انت الفكرة كلها انك تعرف تحول الألم وتستفيد منه، ان هو يطلع معاك ويديك نسخة احلى ويديك درس تقول ياه. عارفين المبدأ بتاع اشكر احزانك؟ امتى الناس بتشكر احزانها؟ لما بتعدي منه وتطلع نسخة احلى وتقوى، تغير حاجة في حياتها، تعمل حاجة جديدة، فتقول لك يا والله ده كانت احسن حاجة حصلت لي، يا والله الواحد وقتها ساعتها اكتئب وعيط، اكتشفت ان ده كان احلى حاجة حصلت ولولا ده ما كانش زماني عملت كده. اذا اسمحوا لعقلكم انه يبتدي يفكر ويشوف الموضوع ان اللي انا هقابله في الرحلة مش على مزاجي، هو مش جاي عشان يعطلني، مش جاي يكسرني، ده جاي يعلمني حاجة انا محتاجها في الرحلة. في كتاب اسمه The Alchemist، كان هو واحد طالع بيدور على كنز، اصلا رحلة طويلة، الكنز ده كان عند الاهرامات في مصر. فهو قابل كم تحديات في القصة بتاعته، وقعد في كل تحدي كان بيتعلم دروس وحاجات مختلفة، طبعا يعيش خوف ويعيش قلق ورعب. لما وصل واخد الكنز قال احلى حاجة كانت في الرحلة مش بس الكنز اللي انا خدته، الدروس اللي اتعلمتها ونسختي الجديدة اللي انا بقيت عليها دلوقتي، دي احساسها عندي زي احساس الكنز بالظبط. فبصوا لكل نسخة وكل درس بتتعلموه ان الله انا فخور بنفسي، الله انا مبسوطة اني اتعلمت كده، الله انا ايه ده الله. فيبتدي عقلي يتبرمج انك ما تبقاش بس رابط النجاح بالنتيجة،
لا، ده في نجاحات تانية كتير في الطريق، انك وقعت وعرفت تقوم تقف، انك وقعت وعرفت تتعلم الدرس، انك يبقى دي حتة مهم جدا 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 ان احنا ندرب نفسنا عليها. هنشوف هدفنا ونركز عليه، بس هنستمتع بالطريق ونستمتع بالدروس المستفادة. واعرفوا يا جماعة انه احنا اتعلمنا دايما اقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم، صح؟ فلما بنيجي نحط هدف بنفكر بالعقلية دي، خط مستقيم لينير، فتفاجأ ان الحياة واخداك من طريق رأس الرجاء الصالح. ده هنقابله يا جماعة، احنا نازلين اهو هنشوف ده ايه، ده ما اتفقناش على كده يا جماعة، ده اقصر طريق خط مستقيم. ليه المتاهة دي؟ ليه الحلزونة دي؟ هي ليه الحياة بتعمل فيا كده؟ لان الحياة عشان بتحبك، وعشان بتحبك شايفة انك مش جاهز لسه للهدف الكبير بتاعك. كم ناس يا جماعة لما كسبت فلوس فجأة، جات لها فجأة من اي حاجة، ورث جه فجأة، فلوس، كسبت حاجة، دراسات بتقول لك كل الناس دي خسرت الفلوس دي. عارفين ليه؟ عشان هو ما كانش عنده عقلية الراجل اللي هو مليونير، او الراجل اللي هو البيزنس مان، التاجر، اللي بيقول لك ده التاجر، عنده عقلية مختلفة عن الموظف. اذا اوقات الحياة بتبقى شايفة انت لو مشيت كده خط مستقيم زي ما انت عايز، انت لما توصل لهدفك هتضيعه، هتخسره. عارفين يقول لك الوصول للنجاح سهل بس الحفاظ عليه هو الاصعب، هيروح منك. يبقى احنا لازم نعلمك شوية حاجات، نديك شوية مهارات عشان لما توصل الحمد لله على السلامة تعرف بقى تستمتع بالهدف، وتعرف بقى تحافظ عليه، وتعرف وتعرف وتعرف. اذا معلش هتطول معانا شوية، هتيجي من طريق رأس الرجاء الصالح عشان انت لازم تتعلم. يبقى تاني لما الاقي الطريق بيطول معايا من ضمن الدروس، يبقى انا بتحضر لسه، بتعلم لسه في مرحلة البريبريشن. تمام؟ طيب يبقى دي هنبتدي ندرب نفسنا عليها، ان احنا عايزين نستمتع برحلتنا مش بس بالوصول. دربوا نفسكم كده في حاجات صغيرة انتوا بتعملوها بسيطة، مش لازم اكون مستنية الاكل لما يخلص، مستمتعة وانا بطبخ، مستني البروجكت او الحاجة نفسها لما اخلصها، بستمتع وانا بحضر وانا بعمل. ندرب نفسنا واحدة واحدة، مفيش انسان بيعرف يعمل ده كده في يوم وليلة. تمام خلاص هستمتع بالرحلة بكرة خلاص دن. هي عضلة، ونقعد ندرب نفسنا ونركز ونركز لحد ما بنعرف في الاخر نعملها. يا رب تكونوا استفدتم. بشكركم وهشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله.